السلام عليكم. المغرب اليوم يشهد أزمة سياسية خطيرة لم يشهدها منذ سنوات، متمثلة في احتجاجات جيل زد الذي بدأت شرارته من مدينة أكادير، وبالضبط أمام مستشفى الموت، مستشفى الحسن الثاني، حيث أصبحت عدة قطاعات تشهد فسادا، خاصة التعليم والصحة. الشيء الذي أدى إلى هذه الاحتجاجات من لدن الشباب المغربي والذي أسمى نفسه جيل زد. وإثر هذه الاحتجاجات عبر عدد كبير من المغاربة والشباب على سخطهم، خاصة في ما يتعلق بالصحة والتعليم. وعلى هامش هذه الاحتجاجات المتواصلة في عدد كبير من ربوع المملكة، أكدت عدة تقارير أن الملك محمد السادس سوف يتدخل شخصيا ويغير عدة وزراء في هذه الحكومة التي لم يبق لها إلا سنة واحدة، سيما وأن الملك دستوريا يعتبر رئيس الدولة. حفظ الله جلالة الملك وأطال في عمره، وحفظ المملكة المغربية، وبشعارنا الدائم الله الوطن الملك. المرجو الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك. شكرا لكم وإلى اللقاء.